كان منذ قليل الناخب الوطني أعلن عن قائمته المستدعاة لتربص شهر مارس، والمعني بلقائي النيجر ذهابا وإيابا برسم تصفيات إفريقيا كوت ديفوار. وشهدت القائمة في حراسة المرمى كل من أنطوني موندريا، أوكيجا وزغبا. في الدفاع شهدت المستقدم الجديد جيطون لاعب باستيا، في حين شهدت أيضا ليريس عيسى مندي طوغاي طوبة بالعيد لأول مرة مدافع نادي اتحاد العاصمة، والذي تألق في بطولة الشان مع كتيبة بوغرة. وشهدت القائمة أيضا في الدفاع كل من بن سبعيني، آيت نوري وحجام المستقدمين الجديدين للمنتخب الوطني. في حين في وسط الدفاع شهدت القائمة تواجد أقول نجم نيس بوداوي، وأيضا آدم زرقان، إضافة إلى بن طالب زروقي بن ناصر وعبد القاهر قدري. وفي الهجوم نجم وقائد المنتخب الوطني رياض محرز المستخدم الجديد، ونجم نيس بوعناني بدر الدين يوسف بالليلي التي أثيرت عليها شكوك، لكن هو متواجد في التشكيلة. إضافة إلى المستخدم الجديد فارس شعيبي نجم تولوز، أوندي ديلور مهاجم نادي نونت، إسلام سليماني